هو ايه الفرق بين الديب فريزر ريفريش الماتريكس والديجيتال؟ ده ماتريكس وده ديجيتال. الفرق بينهم بسيط، هنختصره مع بعض. اول حاجه، المقبض موجود في الديجيتال مش موجود في الماتريكس، المقبض الخارجي ده مش موجود في الماتريكس. تاني حاجه، اللمبه دي موجوده في الديجيتال مش موجوده في الماتريكس. تالت حاجه، الثبت الداخلي ده موجود في الديجيتال مش موجود في الماتريكس. اخر حاجه، الشاشه الديجيتال اللي تحت دي بتبين لي درجه التبريد مش موجوده في الماتريكس، انما كتبريد الديب فريزر ده هو الديب فريزر ده، وهما الاثنين ضمانهم 5 سنين مع فريش. ليك سؤال تاني؟ هو ايه الفرق بين الموديل والساعة التري؟ حلو. الموديل ده بيكون رقم الجهاز، بمعنى ايه؟ ده مثلا اسمه فريش 330، بس مش معنى كده ان هو 330 لتر، بيكون 255 لتر. وانت بتشتري ديب فريزر ايا كان النوع ايه، اسال على الساعه اللتريه. ساعات عميل يفتكر ان 330 يعني كده المقصود انه يبقى 330 لتر، لا مش شرط. ده فريش 330 صافي 255 لتر. في منه موديل اصغر شويه بيبقى عرضه 80 سم اسمه 270 بيصفي 200 لتر، في 220 يصفي 165 لتر. فمهم جدا وانت بتشتري اي ديب فريزر اسال على الساعه اللتريه. طب الساعه اللتريه اللي هي ايه؟ اللي هي حيز الفراغ اللي العميل هيستفاد بيه. فريزرات الفريش مشهوره جدا بالعزل بتاعها، انها بتحتفظ بدرجه البروده، وعلشان كده ما بتكونش تلج كتير. خلينا متفقين ان كل الفريزرات الافقي بتعمل تلج، بس فيهم موديلات زي الفريش ما بيعملش تلج كتير. ولازم واحنا شغالين في الديب فريزر ما نحاولش نفتح كتير، كل ما هتفتح الديب فريزر اللي فوق كل ما التلج هيتكون اكتر. فالنقطه دي برضو مهمه، الاستخدام بيفرق. فريزرات الفريش متاحه من اول 60 سم لحد متر و60 سم، كلها موجوده فين؟ في معرض الحرم السيد صبري.